بيبدأ الفيلم ببنت صغيرة اسمها أمينة وبتكون عايشة مع جدها وأمها مارا بعد انفصال أبوها وأمها. وفي يوم الزيارة بتروح أمينة مع أمها تقابل أبوها كريم، فبياخدها وبيروح يفسحها شوية وبيقضي معاها اليوم وبيرجعها لأمها تاني. وتاني يوم الصبح بتروح مارا مع أمينة يجيبوا أدوية، وأثناء ما بتكون مارا بتتكلم مع الصيدلانية بتروح أمينة تتفرج على الألعاب، لكن فجأة بتختفي وبتفضل مارا تدور عليها لكنها مش بتلاقيها. فعلى طول بتروح وبتبلغ الشرطة وبتعمل بلاغ في أبوها كريم وبتقول لهم إن هو اللي خطفها علشان يرجعها معاه على بلده في سوريا. لكن الشرطة بترد عليها إنهم ما يقدروش يتدخلوا لأن اللي خدها أبوها، وده قانونا ما يتسجلش كجريمة خطف. ومع كده بيطمنوها وبيقولوا لها إنهم هيحاولوا يوصلوا لمكانها علشان يتأكدوا إنها بخير. فبترجع مارا للبيت وبتقرر إنها تكلم المطار علشان تحاول تعرف سجل الرحلات، لكن قبل ما تعمل أي حاجة بتيجي الشرطة وبتقول لها إنهم فتشوا بيت كريم وبيوروا لها سلوبات موجود هناك. فبتشوفها ميري وبتكون نفس السلوبات اللي كانت لابساها أمينة يوم الحادثة، وبيأكدوا لها إن كريم خلاص سافر بره البلد وما بقاش ليه أي أثر. وبعد مرور سنتين بتعمل مارا اجتماع صغير وبتشكر فيه كل الناس اللي وقفوا جنبها في البلد وساعدوها علشان تقدر تسافر لواشنطن وتكمل رحلة بحثها عن بنتها. وبعدها بتروح البيت علشان تودع أبوها وبتسافر لهناك. وبنعرف إن مارا أمريكية وقررت تسافر واشنطن علشان في أخبار بتقول إن كريم هناك. وأول ما بتوصل مارا بتطبع صور لأمينة وبتوزعها على الناس وبتفضل تدور وتسأل عنها كتير. وبعد فترة بتقرر تعمل مظاهرة علشان صوتها يوصل وتقدر تلاقي بنتها، لكن للأسف مفيش أي فايدة والسنين بتجري وبيبقى عدى 4 سنين على اختفاء أمينة. ومع كل ده مارا مش بتيأس وبتكمل تطبع صورها وتوزعها. وفي مرة وهي واقفة بتوزع الصور بيجي واحد اسمه ميتشل بيلاحظها وبيروح يتكلم معاها وبيقول لها انه شغال في منظمة بترجع الأطفال المفقودين لأهلهم، وبيعرض عليها انها تشتغل معاه وتساعده في شغله، وفي المقابل هو هيساعدها تدور على بنتها. وفي الآخر بيديها الكارت بتاعه علشان تروح بيه. وتاني يوم بتروح له مارا المكتب وبيستقبلها وبيعرفها على المساعد بتاعه كارل، وبيعرفها انه عنده معارف كتير في الشرق الأوسط وهيقدر يساعدها. فبياخدها معاه علشان تشتغل على أول قضية، وبيعرفها على واحدة اسمها مايا وبيوريها صورة لابنها جي، وبيقول لها إن أبوه خطفه وسافر بيه المكسيك وإنها لازم تقعد مع مايا وتعرف منها تفاصيل أكتر. وكمان بيعرفها إنهم اختاروها هي بالذات علشان عارفين إنها حاسة بنفس الوجع اللي الناس دي بتمر بيه، فهتقدر تساعدهم أكتر من أي حد تاني. ولما بتكلمها مارا بتعرف منها معلومات عن المدرسة بتاعت الولد ومكان شغل أبوه، وبتحاول تطمنها وتهديها وبتقول لها إنهم هيرجعوا لها ابنها. وبعدها بيسافروا هما التلاتة على المكسيك، وهناك بيقعدوا يراقبوا المدرسة لحد ما بيشوفوا جي وهو طالع، لكن الولد بيروح يقعد مع أبوه. فبيحاول كارل يلفت انتباهه فبيطلع له الكلب اللي معاه وبيخلي الولد يقرب له ويلعب معاه، وبعدها بيقول له يجري ورا الكلب. وأول ما الولد بيجري بيستغلوا الفرصة وبيخطفوه بسرعة وبتاخده مارا في حضنها وبتهديه. وفي نفس الوقت بيلاحظ أبوه إن ابنه اختفى فبيقوم يجري وراهم بسرعة، لكن كارل بيكون مجهز العربية فبيركبوا بسرعة وبيمشوا قبل ما يلحقهم. وفعلا بيوصلوا جي لأمه تاني وبياخد ميتشل نسبته، وبعد ما بيرجعوا بيقسموا الفلوس. فبتطلب مارا منهم إنهم يدوروا على أمينة، لكن ميتشل بيقول لها إن جوزها مش سايب أي أثر وراه، وده بيخلي العملية أصعب بكتير من اللي عملوه مع جي. وتاني يوم بيكون عندهم قضية جديدة في اسكتلندا والطفل بيبقى عايش مع جدته، لكن جوز أمه بيخطفه وبيكون في دليل معاهم على كده، فبيسافروا على طول لهناك وبيقدروا يرجعوا الولد لجدته تاني. وبعد ما بيخلصوا المهمة بتكون في قضية جديدة في ألبانيا وإنهم لازم يروحوا يخطفوا بنت اسمها آريا ويسلموها لأمها. فبيسافروا لهناك وبيوصلوا للحضانة اللي فيها البنت، وبتدخل مارا علشان تخطفها، بس المرة دي بيهاجمها الأمن فجأة فبتضطر تسيب البنت
وبيجروا، لكن الأمن بيلحقهم، فعلى طول بيركبوا عربيتهم بسرعة وبيمشوا. وبكده للأسف بتكون المهمة فشلت، فبيخرجوا من المكان بسرعة وبيروحوا يتكلموا مع بعض. وأثناء كلامهم بيسأل كارل ميتشل عن الطيارة اللي هترجعهم تاني، فبيقول له ميتشل إن لويس خدها منه. فبيعرف كارل إنه اشتغل المرة دي لحساب المخابرات المركزية. وهنا بتكون مارا مش فاهمة حاجة من كلامهم، فبيوضح لها كارل إن الوكالة خلتهم يشتغلوا لحسابها، لكن لما فشلوا اتخلوا عنهم. فبتتعصب عليه مارا وبتقوله إنها كانت فاكرة إنهم بيشتغلوا لمصلحة الأب أو الأم بس. وبعدها بيخرج مارا وكارل وبيسيبوه. وبتعدي السنين وبنشوف مارا مع أبوها وهم بيحتفلوا بعيد ميلاد أمينة 8. وهنا بنشوف ميتشل وهو رايح يقابل لويس مدير المخابرات المركزية، وبيديله ميتشل أوراق مهمة. بس لويس بيسأله عن شغله في مهمة رومانيا، وبيعرفه إن العملية مستعجلة ولازم يخلص الموضوع على طول. وبيعرفه إنه مش معترض على شغله بره، لكن مش على حساب المخابرات المركزية، وإنه كواحد عسكري لازم يقدر يخلص من المهمة على طول. فبيقول له ميتشل إنه هيحقق في موضوع رومانيا ويخلصه. وساعتها لويس بيقول له يبطل يدور في قضية مارا وما يحلهاش ليها. فبيسأله ميتشل عن السبب، فبيقول له إن كريم راجل خطير وإن حياتها كده أحسن من غيره. هو بالليل بتكون مارا بتعمل مكالمات كتير لكل المستشفيات علشان تقدر توصل لكريم، لحد ما في مستشفى بتقول لها إنه مش موجود دلوقتي وإنها ممكن تسيب له رسالة. وبتكون فرحانة جدا وبتدخل تحضن أبوها، وبتخرج وبتروح عند ميتشل وبتقول له إنها لقت كريم في لبنان، بس هو بيحاول يعطلها إنها ما تسافرش وبيبعدها عنه زي ما قال له لويس. لكن مارا بتقول له يعتبر قضية بنتها زي أي حد تاني وياخد نسبته، وبكده يكون ساعدها. وتاني يوم الصبح بيروح ميتشل وكارل ومارا على المكتب بتاعهم وبيتكلموا ازاي يقدروا يدخلوا لبنان. فبتقول لهم مارا ان مفيش معاهم غير دعوة واحدة بس ولازم هي اللي تروح. فبيعترض ميتشل على كلامها لانها لوحدها مش هتعرف تخرج من هناك وممكن يتقبض عليها، وبيقول لها انها لازم تستنى شوية كمان. فبتتعصب عليه مارا وبتقوله انها مش هتقدر تستنى تاني اكتر من ال8 سنين اللي استنتهم. فبياخد كارل ميتشل على جنب وبيتكلم معاه وبيقنعه انه لازم يفضل واقف جنب مارا زي ما وعدها من الاول، وانهم ما ينفعش يسيبوها تواجه كل ده لوحدها. فبيوافق ميتشل وبيرجعوا سوا عند مارا، وهناك بيقولوا لها انهم لازم يراقبوا البيت كويس ويعرفوا كل المداخل والمخارج قبل ما يعملوا اي خطوة. لكن اثناء كلامهم بيرن تليفون مارا وبيطلب منها أبوها تروح له على طول، وهناك بيقول لها إنها قوية وهتقدر توصل لأمينة، وبيوصيها تقول لها إنه كان بيحبها جدا، لكن للأسف بيموت أبوها. فبتقرر أمينة تسافر على لبنان وبيكون معاها ميتشل وكارل، وهناك بيروحوا عند داسيا صديقة ميتشل. وداسيا بتتعرف على مارا وبتعرف منها معلومات عن كريم، فبتقول لها إنه شغال في مستشفى هنا في لبنان. فبتعرفها داسيا إنها هتاخدها بكرة ويروحوا لهناك. وتاني يوم الصبح بيروحوا للمستشفى وبتدخل داسيا تسأل عليه، بس بتلاقيه كان متسجل بعقد مؤقت وبعدها ساب المستشفى ومشي. وبالليل بتروح مارا مع ميتشل وكارل العملية جديدة، وهناك بتدخل حفلة وبتقدر انها تطلع للدور التاني وبتخطف البنت الصغيرة. لكن اثناء ما بتخرج بيها بتدخل ام البنت والامن عليها وبيهاجموها، فبتضطر انها تقتلهم وبتخرج بسرعة وبتركب العربية مع كارل وميتشل وبيقدروا انهم يرجعوها لابوها. وفي اليوم اللي بعده بيخرج ميتشل لوحده وبيعرفهم ان محدش فيهم يخرج لحد ما هو يشوف الدنيا بره ماشية ازاي بعد عملية امبارح. لكن لما بيخرج بيكون في 2 ماشيين وراه وبيكونوا تبع المخابرات المركزية وبياخدوه يقابل لويس. وساعتها بيقول له لويس انه هيخسر كل حاجة لو فضل يدور ورا كريم. فبيتعصب عليه ميتشل انه استغل وضحك عليه وانه كان بيديله معلومات غلط. فبيقول له ان كل اللي مطلوب منه انه يقنع مارا انها لازم تخرج بره البلد وتسيب كل حاجة وراها، وان اللي بيحصل ده في مصلحتها. وبنرجع لكارل ومارا اللي بتجيلهم داسيا وبتقول لهم ان عندها معلومات عن أمينة. فبتخرج معاها هي وكارل وبيروحوا يتكلموا مع واحدة اللي بتقول لهم انها شافت أمينة في المدرسة واتعرفت عليها. فبتطلب منها مارا العنوان فبتديهولها، بس بتحذرها انها لازم تمشي بعد ما تطمن على البنت
علشان تكون في أمان، وبتسيبهم وبتمشي. وأثناء كده بتروح مارا مع كارل على مكان المدرسة، وهناك بتشوف أمينة، بس بتتفاجئ إن وراها أبوها كريم، فبياخدها وبيركبوا عربيته. فبتلحقوا مارا لحد السوق وبتنزل وراهم، وبتستغل فرصة انشغال كريم وبتنزل تخطف أمينة وبتركبها العربية معاها. فبيحاول كارل يدور العربية لكنها ما بتدورش، وهنا كريم بيكون خلاص بيقرب منهم، لكن العربية بتشتغل في آخر لحظة وبيمشوا. وفي الوقت ده بياخدوا أمينة وبيروحوا بيها عند داسيا، وهناك بتحاول مارا تقنعها إنها أمها، بس أمينة بتقول لها إن أمها ماتت. وأثناء كده بيدخل عليهم ميتشل وبيتعصب لما بيشوف أمينة هناك، وبيقول لهم إن المكان ده مش أمان ولازم يخرجوا بسرعة. وفعلا بيقدروا يروحوا المكان تاني. وتاني يوم بتروح مارا علشان تتكلم مع أمينة، وبتبدأ توريها الديناصور اللعبة بتاعها وصور ليهم مع بعض، وبتحاول تفكرها بالذكريات اللي بينهم. وبعدها بتخرج مارا تتكلم مع ميتشل اللي بيحاول يقنعها إنها لازم ترجع أمينة تاني لكريم، وإن كلهم في خطر بسببها ولازم تثق فيه. بس مارا بتقوله إنه لو حاول يقرب لها هتقتله، وبتطلب منه يفهمها على كل حاجة. فبيقول لها إن كريم ليه علاقة برجال أعمال كبار وإنهم مجندينه علشان يغسل أموال لصالحهم. وفي الوقت ده اكتشفته المخابرات وعملوا معاه عقد وبقى يشتغل لصالحهم هم. فبتعيط مارا أول ما بتعرف كده، لأن الخروج بأمينة هيكون صعب أكتر. بس ميتشل بيقول لها إنه هيحاول يساعدها إنها تخرج ببنتها. وفي الوقت ده بيسافروا كلهم لحد ما بيوصلوا على الحدود، وهناك بتوقفهم لجنة تفتيش وبيطلبوا منهم الباسبور، وبيعرفوا إنهم أمريكان. فبينزل كارل معاهم علشان يشوف في إيه، وساعتها مارا بتحس إن في خطر، فبتاخد أمينة وبتنزل بسرعة من العربية وبتلحق تركب أتوبيس بيكون واقف جنبهم. وفي نفس الوقت بيتخانق كارل مع المجندين وبيرفع عليهم السلاح، وساعتها بيكون مضطر إنه يسلم نفسه علشان ميتشل يقدر يهرب. وفي الأتوبيس بتتكلم مارا مع أمينة اللي بتقول لها إنها مش عايزة تسافر أمريكا، وإن هي بتحب أبوها وعايزة تفضل معاه. فبتعيط مارا من كلامها وبتقوم توقف الأتوبيس، وبينزلوا هما الاتنين منه. لكن بيكونوا وصلوا لمارا وبياخدوا منها أمينة لأن بيكون كريم لحقها، وبتنزل تتكلم مع كريم وبتهدده إنها هتقتله لو قرب ليها. لكن ساعتها بتفكر في أمينة وبتقوله إنها هتسيبها تعيش معاه، بس لازم يوعدها إنه هيحافظ عليها ويحاول يقربهم من بعض ويحكي لها كل اللي حصل ويعرفها إنها حاولت كتير علشانها. فبيوافق كريم على كلامها، فبتروح لميتشل وبتجيب أمينة وبتوديها لكريم، فبياخدها كريم وبيمشي. وبتروح مارا تركب مع ميتشل وبيرجعوا لبلدهم تاني. وبكده بيكون خلص فيلم النهارده.